السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا النهاردة. ايه فيديو حلو مفاجأة كده بمناسبة الايام الكريمة اللي احنا داخلين عليها، ان شاء الله ايه يعجبكم. بصوا هنا بقى، ايه كنت نزلت عشان اروح اجيب الحاجة. طبعا نازلين بدري عشان نلحق نجيبها، يعني لو ما عملناش كده مش هنلاقيها. ماشي، يلا بقى. بص انا هنا كنت في الشارع، كنت بصور وبقول لكم انا ايه رايحة خلاص في طريقي المشواري، وان شاء الله اخلصه وارجع ايه نشوف هنبقى جبنا ايه مع بعض. بس يا رب نلحق كده ايه بسرعة ونروح. هنا بقى كنت جيت اهو اوريلكوا الحاجة. هنا اول حاجة ايه، جبنا ممبار. ايه رأيكم؟ حاجة حلوة وزي الفل، ولسه يا دوبك الحاجة جاية من الذبيحة الوقت. وهنا دي الفش، بصوا برضه ما شاء الله. وهنا ايه الكرش. نسيت اقول لكم بقى، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وايه والمشاركة كتير، واشتركوا معانا في القناة عشان يجيلكوا ايه مننا كل ايه فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله على خير. وكل سنة وانتم طيبين، وادينا ايه ابتدينا بقى ايه في تحضيرات العيد الكبير، وكل سنة وانتم طيبين تاني. هنا بقول لكم طبعا الحاجة ايه هنضفها كده، بس هغير هدوم واظبط حالي وايه ونشوف ايه هنعمل ايه. هنا بقى طبعا دخلت على المواعين على طول، لازم اروق الدنيا. هنا المواعين دي بقت المحشي اللي احنا كنا عاملينه قبلها بيوم، نزلت لكم الفيديو بتاعه. نخش بقى على المواعين كده. انا ايه قلت اسرع لكم الفيديو عشان ما يطولش عليكم اهو كده. هناخد كله بسرعة كده. يا سلام لو الانسان كان في حياته كلها سريع سريع كده، يخلص حاجته بسرعة. النهارده بقى عشان نجيب الحاجات دي كان يوم صعب، لازم تنزلوا بدري يعني وتحجزوا وتقفوا. واليومين دول طبعا عشان خلاص بقى ايامهم، كل سنة وانتم طيبين. كل يوم طبعا الحاجة بسعر وبتغلى. الحمد لله على كل حال، ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب. كان زمان ان انت الله يرحمها كانت اول ما الحاجة تغلى كانت تقول يعني كتروا من الدعاء ده، ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب. هنا طبعا ايه مسكت كل اللي في الحوض. طبعا ابتديت بالكوبايات وبعدين الحاجات البلاستيك والمعالق. بسرعة بسرعة كده هنخلص على طول. انا ايه كنت بعمل على طول كده، بس عشان انا زي ما قلت لكم قبل كده انا مطبخي ضيق، يا دوبك ببقى واقفه يعني واقفه وجنب البوتاجاز وخلاص، يا دوبك اطلع من المطبخ، فعشان كده الحاجه تحسوا انها على بعضيها. بس انا بخلص كده، اخلص اي حاجه واقوم ايه مروقه على طول عشان نعرف نقف. بص انا بسجل لكم الفيديو ده الوقت الساعه 6. طبعا العصافير ابتدت تصوصو وتصحى، سامعين صوتها. كل سنه وانتم طيبين برضو، يعني قلتها كم مرة في الفيديو بمناسبة خلاص العيد الكبير قرب. يا ربنا يا رب يجيبه لنا كده على خير، ويصلح حالنا وحالكم وحال الجميع يا رب. او كده برضو ايه اشطف الباقي كده على طول كده اهو. اخلص كده كله ورا بعضه. هنا الكوباية دي كانت بتاعت رمضان، كنت جايبها رمضان. يا دوبك تحطي فيها العصير وخلاص، هي ما يتحطش فيها شاي ولا حاجة عشان تعتبر بلاستيك كده خفيف. فكهم من بعد بقى واشطف كده،
اشطف كله ورا بعض واشيل. انا بشيل على طول علشان انا ما عنديش مكان ايه اصفيهم فيه. او بصوا بقى هنا الميه قطعت، ضايقتني اوي. هستنى شويه عشان ايه اما الميه تيجي اكمل. هي دي بقى العطله بقى، كل شويه الواحد يتعطل اما يكون بتعمل حاجه. بص الميه قطعت ازاي. هستنى بقى شويه على بال ما الميه تيجي. الميه جت اكمل بقى. طول ما احنا واقفين يا جماعه كده نصلي على النبي ونذكر الله كتير ونستغفر ربنا، يرفع عننا اللي احنا فيه كده يا رب على خير. هنا برضو هفضل ايه اكمل بقيه الحاجه اللي معايا في الحوض، اكمل بقيه المعالق اهي وخلاص. هما مش كتير بس انا عشان المكان ده هو بيبان ان الحاجه كتير على بعضيها، بس اول باول كده بنروق ونشيل بتبقى الدنيا رايقه جنبينا. وطبعا ما بيبقاش فيه ايه، ما فيش زحمه في المطبخ ومطبخك رايق على طول. اهو اشطف المواعين، اشطف المعالق برضو كويس اهي. انا احب بصراحه يعني ايه المواعين لما اغسلها ادعكها كويس واشطفها كويس، عشان الصابونه لما بيفضل فيها طبعا بيبقى عامل ريحه بيكرف على اي حاجه تحطيها. اكمل بقيه المواعين هنا برضو. هسيب دول بقى ايه تحت الميه. دي كان مطرحها لبن فانا هسيبها شويه بس تتنقع. هنا بقى ايه كنت ابتديت بقى ايه انضف الحاجه اللي احنا جايبينها مع بعض. هنا حطيت الفشه، حطيت عليها شويه ميه صغيره، وقلت ايه اعصر عليها ليمون واحط لها دقيق وخل وملح كده، عشان طبعا الحاجات دي لازم تطهر كويس. الخل ده يا جماعه خل خام جدا، يعني الحبه دول ممكن يعني ينضفوا لو ذبيحه بحالها ينضفوها. انا بجيبه من سرجة عندنا هنا، ريحته بتبقى جامده والحبه اللي تحطيهم بتبص تلاقيهم يعني خلوا الحاجه بقت بيضه في لحظات، بس مش اللي هو بيهري الحاجه قوي، لا هو بص بينضفها ويخليها زي الفل. انا طبعا ده كان الممبار برضو يعني كنت نقعاه. هكمل برضو احط الدقيق الملح، وحطينا الدقيق والليمون. اهو اعصر عليها ليمون برضو اهو. انا هحط الليمون بقى بايه يعني اعصره واحطه بقشره وايه واسيبهم على الحاجه كده. كل ما نسيبهم فتره يعني معقوله بتشيل يعني ريحه الزفره منها. اهو هحط برضو ايه الخل اهو. هشيل بقى ايه كيس الدقيق كده على جنب عشان الميه. وبرضو طول ما انا واقفه بشتغل في الحاجات دي ايدي في الميه، ليه بقى اصبن واغسل واشيل عشان ايه ما يبقاش في ريحه زفاره. افضل برضو ادعك في الحاجه كده بحيث ان هي ايه يكون داخل لها المحلول اللي احنا عاملينه لهم اللي هو بتاع النقع دوت. هنا بقى ايه دخلنا على الزغلول الكبير. هنعمل ايه بقى؟ هنمسكه ننضفه. ده لازم يتنضف كويس جدا جدا. انا الحته الحمراء دي انا رميتها اديتها للقطط، انا ما بنحبهاش. هنا بقى اتقطع مني جزء يا جماعه ان انا ايه كنت بنضفها فيه. انا مسكتها غليت لها ميه وحطيتها فيها وبقيت انضفها بالسكينه قوي كده اكحتها قوي لحد ما خليتها كلها زي الفل جوه وبره. بص هوريها لكم دلوقتي. يعني الكرشه دي بالذات بالذات ما كانتش تتنضف كويس جدا. او بصوا بوريها لكم، بصوا كلها زي انا خايفه ايه اطلعها من الحوض هتبدل الدنيا ميه. احط الطبق كده اهو اقربها لكم.
حاجات بسيطة بقى اللي فاضلة طبعا بشدها بايديا كده. هفضل ايه اشوف برضو ايه لو اي حاجة صغننة لازم ايه تتشال، لو حاجة لا تذكر لازم برضو تتشال. الحاجات دي بالذات لازم تتنضف كويس 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 جدا، لان احنا اللي هناكلها وعيالنا، فربنا يستر بقى. اهو بص بوريها لكم زي الفل اهو، بقربها لكم قوي كمان اهي، بصوا اهي مفيهاش اي حاجه ولا دهنه ولا اي حاجه من اللي كانت فيها. هنا بقى همسك الطبق برضه صبنه تاني. طول ما انا واقفه بعمل الحاجات دي ايديا برضه ايه في الميه والصابون، عشان ما اخليش ريحه زفاره لاي حاجه، ولا الباقي اللي كانت محطوطه فيها، ولا اي حاجه كانت ايه معموله كده جنبيها. اهو افضل اغسل فيها كل شويه، وهرجع انقعها تاني برضو الكرشه. كرشه ايه نقعتها ايه مرتين، مره نقعتها وغسلتها ورجعت يعني ايه بعد ما شطفتها رجعت نقعتها تاني. بتبان بقى ريحه الكرشه دي لما تيجي تحطيها على النار، تبان ريحتها بقى اذا كانت فعلا نضيفه ولا لا. اول ما تحطيها على النار ريحتها بتظهر. هنا بصوا عايزه اهو، بصوا حطيت لها طبعا الخل وهحط لها الدقيق اهو. توصيت بالدقيق هنا كده حبه حلوين عشان برضو ايه ينضفوها كويس، واحط ملح اهو. حطيت حبه ملح حلوين برضو. امسكها برضو بايديا كده ايه ادعك فيها. ما شاء الله بقت زي الفل اهي. بقول لكم يا جماعه انا ما نقعتهاش مره واحده، انا نقعتها مرتين عشان طبعا تبقى ايه زي الفل وما فيهاش اي ريحه. الحاجات دي بيبقى فيها بكتيريا وحاجات مش كويسه، لازم نخلي بالنا اهو. وبصوا الليمون برضو، الليمون هعصره واحطه بقشره. انا في اليوم ده من الميه خلاص كنت خارجه من المطبخ كل ميه من كتر ما اشتغلت بالميه. طبعا احنا في اخر الدور والجو حر، وكان اليوم بصراحه كان جميل. الحمد لله رب العالمين على كل حال. دايما يا جماعه احمدوا ربنا على كل حال احنا فيه. بصوا زي ما بقول لكم كده، طول ما انا واقفه افضل ايه اغسل برضو في الحاجات دي اهو. بعد ما خلصت بقى الحاجات دي كلها، مسكت الحوض بالرخامه كله كله، حطيت عليه كلور والصابون ده، ومسكت سلكه وقعدت ادعك فيه كله. بصوا هنا بقى الفشه برضو بعد ما كنت نقعها همسكها برضو اشطفها. شلت قشر الليمون وهدلق الميه، خلي بال يعني الميه ما جاتش على الفشه، يعني الميه بتجري على طول في الحوض فما جاتش فيها اهي. همسك برضو الطبق اغسله. زي ما بقول لكم انا ما بحبش اخلي الحاجات دي يعني ايه من غير غسيل، لازم اول باول كده ايدي فيها اهو. طبعا مستغليه الميه ان هي جت، طبعا لازم اخلص بسرعه عشان ايه ما ترجعش تقطع تاني. لو قطعت بقى براحتها بقى انا ايه خلصت اهو. هرجع اشطفها تاني. بصوا همسك بقى الزور ده في حته جلده كده، احنا ايه بنحب نشفيها بحرف السكينه، بنطلعها خالص خالص منه كده، بتبقى جلده رفيعه. هنطلعها منه وهنكمل برضو نشوف. يعني بص انا محطيتهاش على الفشه خالص اهي،
انا همسكها بقى ايه، اكحتها من جوه كده كويس برضو. انا كنت مكحتها قبل كده ما فيهاش اي حاجه، هرجع اكحتها تاني برضو اتاكد منها. اهي ما لقيتش فيها اي حاجه. بص السكينه طلعت زي الفل. همسك بقى ايه الجلده الرفيعه دي، يعني اشيلها. بصوا واحده واحده، بصوا جلده رفيعه بس ايه لازم اشيلها اهو. نشد فيها كده ما بتشدش. طفيت بقى الكاميرا ومسكتها بحرف السكينه اهي. مسكتها بحرف السكينه، فكيتها كلها من بعضيها وايه وقطعتها. هي اتشالت معايا بحرف السكينه على طول، ما خدتش وقت. هنا طبعا الفوطه دي من بتوع المطبخ، كل شويه بقى ايه بغسلها عشان طبعا الزفاره اللي احنا ايه فيها دي. اهو قفلنا الميه، ناخد بقى بق ميه كمان لحسن احنا كنا في اليوم ده الحمد لله زي ما بقول لكم انا ساكنه في اخر دور، فالشمس على طول كده بتبقى فوق دماغنا ومسخنه الشقه. يعني نقف في المطبخ كده ولا حاجه بنبقى تعبانين من الحر، بصدق اخلص واطلع منه بسرعه. انا هنا برضو بقول لكم ان انا هاخد اقعد بس ايه تحت المروحه شويه كده بره. هقطع هقطع الفشه صغير ماشي. هنا برضو كنت بعصرها عشان ايه اجيب الحله اللي كنت منضفه، يعني الميه السخنه اللي كنت حطاها فيها ايه. كنت حاطه الكرشه فيها وكنت ايه طبعا بايه بكحتها وكده ونضفها. هسيبها طبعا، انا مش هدلقها كده، انا هسيبها لما تبرد خالص وبعدين ابقى ايه ادلقها اهو. عشان حرام يا جماعه ندلق ميه سخنه كده. يعني بقول لكم انا هسيبها بقى لما تبرد وايه وهقطع الفشه وجاي. هنا بقى انا اتقطع مني الجزء دوت. كنت حطيت الفشه وحطيت البصل وشوحتها وحطيتها على النار، والكرشه برضو حطيت لها البصل. انا فوجئت ان المقطع ده اتقطع مني. المهم هنا عامه انا حطيت الكرشه وحطيت عليها بصل. انا هعملها نظام ني في ني. حطيت لها البصل وقلبتها، وهقلب برضه عليها ايه القوطه والفلفل. جربوا يا جماعه الطريقه دي هتفرق معاكم كتير قوي والله في طعم الكرشه، غير لما تسبكي خالص. انا بس عشان كنت ماسكه التليفون مش عارفه اقلب او قلبتها. وهنا الفشه كانت خلاص دخلت في السوا، لان كان بقى لي حبه حطاها. انا حطيت لها بصله وميه وخلاص، ما حطيتلهاش بهارات ولا حاجه، عشان طبعا الميه وكده هتضيع من طعم البهارات شويه. انا برضو حطيت توم صحيح معاها. انا ما قطعتوش عشان التوم كمان هيتهري، لان الكرشه هتاخد وقت في السوا، فالتوم هيتهري مش هيبقى باين. هنا بقى ايه كان الحاجه استوت وقدمتها وجبت لهم جنبها حبه ترشي. ايه رايكم بقى؟ وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش برضو اقول لكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايكات كتير كتير يا جماعه عشان القناه توصل بيكم. وكل سنة وانتم طيبين كده ودايما بخير، ويا رب كده كلنا على عرفات السنة الجاية يا رب العالمين. سلام.